يعني الله يصبحكم بالخير حبيبي حبيبي عرفك ابوك ريلاكس جود جود. وبعد طول انتظار أخيرا زرت مدينة دهب اللي يعتبر من أبسط وأحلى المدن اللي زرتها. مدينة دهب استمتع فيها بالهدوء والبساطة والمناظر الطبيعية ولون المية اللي هتخليك تتعلق بدهب وجمالها. أهل مدينة دهب هتقابل هناك أهل البلد طيبين وأهل الكرم وهيبقوا عايزين يساعدوك بدون أي مقابل. صباح الخير، صباح يوم جديد. احنا نتوجه النهارده على منطقه اسمها ثري بولز. المنطقه دي مخصصه للباتش باجي وركوب الخيل. ان شاء الله باذن الله نحاول نلحق الشروق هناك. انا متفائل النهارده هيبقى يوم جامد جدا. يلا اشوفكم هناك ان شاء الله. يبقى يوم جامد جدا، الجو هنا حلو. شوف الدنيا تودينا فين. اللي عايز يجي هنا، المكان ده مخصص للبيتش باجي، مكان حلو، مكان كده يحس ان هو كله كله اكشن كده، واحنا جاهزين للاكشن. يلا العيال دي نايمه فين يا بردين؟ العيال دي نايمه فين؟ تروح يا ابني خلص شوف الناس دي. برنس زي ما انت بس. ماشي. الراجل ده محترم، لفة السكارف بتاعته عالمية. برنس جاهز الاكشن. دلوقتي حاليا في واحد جني او وادي جني. محتاجين نعرف الاسم ده اتسمى بالتحديد ليه، وهل هنا في سكان للمكان ولا لا. نحاول نسأل حد موجود من اهل المكان ونعرف تفاصيل كل حاجة عن واحد جني. وبص عامة هو وادي جني تسمى بالنسبة للمية اللي ماشية على الأرض، اللي هي جنيات يعني يعتبر. هو ده المسمى الوحيد اللي هنا. يعني هو اتسمى وادي جني بالنسبة للجنيات. كانت فيها معدية. جنيات مية معدية. أو أنت لو تيجي مثلا في الشتاء هتلاقي مية جوه على الأرض ماشية. كلها جنيات. المية دي أصلا ربانية. المية نابعة من الأرض كلها. وحاليا لسه موجودة وماشية. حاليا بس بتخفف في الصيف عشان النخل والشجر بيشد منها. بس في الشتاء يعني حلوة. صح كده. طب في حد اصلا ساكن في المكان في الوادي نفسه يعني؟ هو اهلنا كانوا ساكنين هنا. اهلنا كلنا ساكنين هنا، بس دلوقتي ما فيش حد ساكن هنا. الكلام ده زمان يعني كانوا ساكنين هنا. بس دلوقتي جدودنا كانوا ساكنين هنا، بس بعدين انت عارف يعني نزلنا تحت شويه. حاليا بقى دلوقتي اصلا ما فيش حد. حاليا كله مكان شغل. حاليا موجودين ناس، بس ما كان شغل يعتبر. هو كان مكان سكن ومعرفش ايه زمان، بس دلوقتي يعني يعتبر كله مكان شغل. طبعا احنا قعدنا شربنا الشاي بتاع الشيخ ابراهيم، راجل المحترم. احنا طالعين دلوقتي المفروض الواحه من فوق، بس الموضوع هنا صعب شويه يعني. اللي طالع هنا ممكن ما ياخدش باله، ممكن يتزحلق تاني. الراجل ده صديق الطريق، راجل محترم. احنا كنا بنركب البيتش باجي، فكان الموضوع كان لسه الصبح، كنا لسه نايمين. فمحبه بعد عداوه زي ما بيقولوا. ولا اي عداوه حبيبي يا برازيلي. يلا لازم نطلع من حد. دلوقتي هو الوادي من فوق دي اعلى نقطه. لسه نطلع رجلينا عادي. دي اعلى نقطه الوادي.
لازم نطلع اعلى نقطة. ده شوية بس صعب. اوبا، لان المكان نفسه الطلعة نفسها ناعمة، فممكن اي حد طالع يتزحلق لو هو. احنا دي اعلى نقطة. بسم الله بسم الله بسم الله. دي اعلى نقطة. دي المفروض احنا اعلى الواحة من فوق برازيل. تعالى من هنا كده. السلام عليكم. دي اعلى مكان المفروض هنا الناس بتطلع له في الواحة هنا. تشوف منظر الجبال، هتبص عليها هتلاقيه محوطاك وحضناك من كل مكان وانت واقف في المكان هنا. على قد ما الطلوع صعب شوية بس المكان حلو يستاهل ان اي حد يجي يزور المكان هنا. الناس اللي هنا محترمة، الجهد اللي معاك، الناس اللي معاك، اصدقاء الطريق تلاقيهم دايما معاك واقفين يساعدوك على اي حاجة. ايه هنعملها في اي حاجه. اعلى فوق هنا ايه واحده كده من هنا كده. احنا خلي بالك يا برازيل، احنا بتوع اكشن ومعايا احنا بتوع اكشن، وخلينا نجرب اي تجربه انت ممكن تتخيلها. اي تجربه معاك. طب يلا بينا. وصلنا في المنطقه دي. البرازيلي سبقني. هجيلك. انت طلعت ازاي يا برازيلي؟ طلعت ازاي؟ لا بص يا برازيلي، احنا بتوع الاكشن. مش مؤهل للصنع. احنا بتوع الاكشن. المشكله اللي انا لابسها في رجلي، مش مساعد. لابسها في رجلي ناعمه. لا تعالى. ايدك حته خطيره، حاسس كان هيقع. خلي بالك. بص دي ابعد نقطه. ثانيه واحده. دي ابعد نقطه يا جماعه في وادي جني. عايز هوريكم المكان والف كده. بص الجبال محوطاك من كل مكان، تحس انها حضناك. المكان هنا خلف الكواليس اجمد من التصوير بكتير. المكان يستاهل يا جماعه. هنا تجربه جديده، تجربه اكشن. مكملين ان شاء الله. واحنا راجعين منظر الجبال والميه رهيب، والكلاب دي كانت ماشيه معانا من 1 جنيه، ونزلوا اخدوا دش، روقوا على نفسهم وكملوا معانا كده. هنروح ننام ساعتين عشان نتمشى على ممشى السياحي بالليل، ونطلع على الجبل بالليل والقعده البدويه والشاي الجميل. احنا حاليا دلوقتي في الممشى السياحي. الممشى فيه كافيهات، فيه اكسسوارات، محلات لبس، يعتبر فيه كل حاجة. مش عايزين نشوف اي حاجة. حبيبي
حبيبي الراجل المحترم. حبيبي انت طبعا فين؟ ممكن تتصور بالنهار بس؟ يعني غير حبيبي الناس محترمه. لسه اكله بص سايبين اكل فرايدي تشيكن. بص الراجل دوت على الممشى السياحي، اول الممشى السياحي صح كده؟ كينج تشيكن. كينج تشيكن في اول الممشى السياحي. حبيبي كينج تشيكن. حبيبي بس دي جايه مقلوب على اليوتيوب ان شاء الله، على اليوتيوب. ده في اول الممشى السياحي صح كده؟ حبيبي احلى احلى رجاله. سيد رز حبيبي يا باشا. ده يا عم راجل قد الدنيا. حبيبي راجل قد الدنيا. حبيبي يا باشا. ايوه السيد. انت اصلا دهب ولا من الشرقيه بس انا صح كده يا باشا؟ احسن ناس اهل الشرقيه. ايوه يا مسير. حبيبي عايز حاجه؟ هنا ممشى في اكسسوارات بتعتمد على الحاجات اللي هي بتاعت ايام زمان، يعني المحل دوت الحاجات اللي هي الكلاسيكيه، اللي هي الكلاسيكيه اللي هي القديمه. تمام. بص الممشى يعتبر فيه كل حاجه. بص لو سمحت، هو مسجد الهدى فين؟ شمال؟ تمام شكرا. هو المفروض السواق اللي هيودينا الجبل عند مسجد الهدى. مسجد الهدى ده يعتبر يعني في اخر الممشى السياحي. طبعا كده نركب قدام في العربيه. السواق قال لنا في ناس، لقينا في ناس بقى نركبوا في الصندوق ورا. قلت له عادي، تجربه حلوه. العربيات التويوتا دي اللي بتطلع الجبل، لو حد هنا في دهب بيطلع الجبل، العربيات التويوتا دي بتيجي تاخده وبتطلعوا الجبل ان شاء الله. انا متحمس لقعده الجبل. احلى كوبايه شاي ان شاء الله. الاجواء هنا جامده، حتى لو ركبت في الصندوق ولابس بنص كم الاجواء يعني الجو هنا مش ساقع، الجو هنا حلو، الدنيا هاديه بسيطه وحلوه. يلا اشوفكم على الجبل ان شاء الله. الاجواء هنا مع كوبايه الشاي على الراقيه، الجو هنا جامد جدا، يعني الجو حلو، الجو وانت قاعد انت مش هتزهق من هنا خالص. بتتعرف هنا على ناس جديدة واصحاب جديدة وناس محترمة جدا. الراجل اللي ورا ده صوته جامد جدا. بتتعرف على ناس هنا محترمة، بتتعرف على ناس جديدة. حبيبي فني. لا صوته حلو، صوته حلو بجد. يا رب سامحني، يا رب سامحني. الراجل ده بقى صوته اجمد منه. هو اللي بيغني على فكره، بس هو بيغني من جوه. عاش احلى رجاله. الاجواء هنا جامده جدا، الاجواء هنا جامده. الميه في حاره السقايين، على مين على مين على مين على مين يا سيدي العارفين، على مين على مين على مين على مين يا سيدي العارفين. بعد ما خلصنا القعده الجميله، القعده البدويه مع الاغاني مع كوبايه الشاي الرايقه مع الناس المحترمه اللي احنا اتعرفنا عليهم. ميزه القعده اللي انت ممكن تقعد بتتعرف على اصحاب وناس جميله
القعده اللي انت قاعد فيها بعد ما خلصنا عايز اطلع استكشف الجبل من فوق. هو الموضوع بالليل بيبقى مش زي بالنهار، النهار انت شايف الدنيا الموضوع سهل، بس بالليل الموضوع صعب. فانا عايز اطلع فوق نستكشف كده مع بعض بالليل وانا عايز اخد التجربه دي وربنا يستر من فوق، لان الطريق بيبقى ساعات في صخور، الطريق بيبقى كل ما تطلع فوق بيبقى جنب هنا وجنب هنا، وبيبقى الممر نفسه بيبقى ضيق. فيلا بينا معنا. بسم الله 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 بسم الله. الموضوع مش سهل خالص ومحدش جرب الموضوع ده. لو هو ما يعرفش اللي هو يمشي. في ناس قابلونا، في حد جاي اصلا ولا انتوا بس ولا ايه؟ طب يا جماعه كل ما تطلع لفوق الموضوع يضيق اكتر، الممر يبقى ضيق. دي اعلى نقطه في الجبل. دي يعتبر يعني في طبعا في حوالينا جبال عاليه، بس دي ابعد نقطه ممكن الناس اللي موجوده تطلع هنا. بس ما انصحش اي حد يجرب التجربه دي بالليل. ممكن بالنهار انت شايف الطريق، شايف الدنيا قدامك، فبالليل الموضوع بيبقى صعب. المكان من تحت مفيش حاجه باينه ظاهره ليه، اللي هو الانوار اللي في المكان. كانت تجربه حلوه في وادي ستار، تجربه من امتع التجارب اللي مريت بيها كأجواء، كأصحاب، كناس موجودة في المكان. إن شاء الله خلصنا النهاردة فلوج النهاردة، وإن شاء الله نشوف الجديد اللي هنعمله بكرة إيه، وانتظروني إن شاء الله. بعد فرادة السفاري والبيتش باجي والجبل طلعت على البلو هول الاستجمام. الجو هنا حلو، الناس بتيجي هنا عشان تعمل غوص من على وش الميه، محدش بينزل دايفنج لتحت قوي عشان المنطقه هنا خطيره شويه. هنخلص ان شاء الله القعده هنا، نشرب شاي، وبعدين نطلع على الزودياك بتبقى واقفه هناك، بناخدها ونطلع على محميه ابو جالوم، بنروح نقعد هناك شويه، بعدين بناخد عربيه تاخدنا ونطلع على شط البلو لاجون. ده من احسن الشواطئ في العالم، الشط بتاعه رملي مش على المعتاد بتاعت الشواطئ اللي هنا. عشان ما ننساش اللوحات دي لغواصين اتوفوا في المكان اللي احنا واقفين فيه هنا. مسمين المنطقه تحديدا المنطقه دي الجبل دي مسمينها مقبره الغواصين. الغواصين اغلبهم اجانب، وفيهم واحد بس هو اللي مصري، ربنا يرحمهم. ان شاء الله هنخلص قعدتنا ونطلع على ابو جالوم، استنوني هناك. لسه مكتشف المكان ده دلوقتي في الجبل، نطلع الجبل مع بعض. لسه مكتشف المكان، المفروض احنا بنتحرك دلوقتي رايحين محميه ابو جالوم، بس حبيت ان انا اطلع الجبل ده من فوق. الجبل ده عايز اشوف اخره ايه، نطلع مع بعض كده. مفيش حد هنا موجود خالص. انا بالصدفه ماشي بصيت لقيت المكان ده. نطلع نكتشف اللي فوق. جو حر، جو شمس. يا ساتر يا ساتر. اوبا اوبا، محتاج اشوف المكان اللي فوق الجبل.
هنا هنا كده خليك كده. بس من هنا. خلي بالك احنا قاعدين جنب الميه، قاعدين جنب الميه، فاعمل حسابك انت تستحمى. خلي بالك في اكشن هيحصل دلوقتي، في اكشن. خدنا الزودياك وطالعين على محمية أبو جالوم. في طريقك لأبو جالوم هتحس إنك في فيلم من منظر الجبال اللي حواليك ولون البحر الجميل والأجواء الجامدة جدا. بس بعد كده مش هركب على الطرف لأن استحميت قبل ما أوصل. وهنا وصلنا أبو جالوم، وخلينا نشوف إيه موجود في محمية أبو جالوم. دلوقتي النزلة دي مشهورة في أبو جالوم، يعني المية هنا في المكان ده غير أي مكان على الشط. الأجواء جميلة، الجبل، المية بصراحة دهب تستاهل إن الواحد يزورها مرة واثنين وثلاثة. الأجواء هنا جميلة ما شاء الله. الجو شمس بس يعني ايه، جو حلو، مش حر ولا ساقعة. ممكن في اي مكان دلوقتي تلاقي حر جامد قوي، وفي اي مكان تلاقي ساقعة، يعني متوسط. الجو جميل، عايزين نروح زي ما قلت لكم اللي احنا نشوف ايه. عايز ادخل كامب من جوه نشوف الدنيا جوه عامله ايه. لو انت موجود في محمية ابو جالوم فكل المكان هنا تحس ان هو كله كامبات خوص وخشب. الناس بتيجي هنا عشان تستجم، تقعد مثلا، بس اللي هو انت هتقعد اسبوع، هتقعد بحر وهتقعد في الكامب. فانا دلوقتي انا عايز ادخل اصور في الكامب كده، هشوف الاجواء جوه عامله ايه. السلام عليكم. السلام عليكم حبيبي الغالي، حبيبي الغالي، حبيبي الغالي. طب من اهل البلد اصلا ولا من منصوره كفر الشيخ؟ انا من منصوره بس بقالي 20 سنه هنا. 20 سنه؟ الله اكبر. البلو هول وابو جالوم والبلو لاجون، الاماكن دي كلها يعني. الله اكبر. والمكان معانا برضك يعني. معانا الباشا كامب ده، الباشا كامب في تكييفات وفي واي فاي وفي حمامات ما شاء الله. الكامب ده اصلا فيه غدا وفطار والدنيا رايقه، في مقاليب بتتعمل مقلوبه، كل حاجه انت عايزها ما شاء الله في الكامب. في سوبر ماركت كمان. ما شاء الله. انا كل اللي انا افتكره عن الكامب اللي هو يعني حياه بدائيه لا ده بالظبط. في زمان في على فكره في ناس في ناس بتحب كده وناس بتحب كده. يعني في ناس تحب الحياه البدائيه وناس تحب ايه الاجواء دي برضه. بسم الله بسم الله تعالى. بسم الله ماشي. بصراحه الكامب نفسه الكامب الخشب يعني هو نظيف ما شاء الله. ما خدتش بالي من التكييف يعني ما شاء الله. تكييف في كامب يعني ما شاء الله ما شاء الله. الموضوع بصراحه انا لسه متفاجئ دلوقتي ان في تكييف بيبقى موجود في كامب. عندنا خط طاقه كمان، طاقه شمسيه ما شاء الله. يعني انت عايز نت، عايز كهرباء، تكييف معاك هنا. انا اصلا المروحه شغاله. لا المروحه شغاله اصلا، انا مش محتاج تكييف مع ان الجو بره حر. يعني الجو بره اصلا يعني الجو اصلا بره حر. يعني غير اي فندق، غير اي غرفه. الخشب غير الطوب طبعا، الخشب ما بيديش حراره. بالظبط. ده كم الخوص ده معانا اللي هو الخوص ده برضو. يعني ده يعتبر حياة بدائية، اللي هو انا عايز اجي اعيش حياة بدائية، اقعد هنا البحر قدامي بس ما بعملش اي حاجة غير ان انا اقعد في الكامب واطلع على البحر. معانا الكامب اللي هو الخشب فيه جميع الخدمات، ومعانا الخوص. الواحد سعيد اللي هو مبسوط ان هو قابلكم، وان شاء الله هنقرب شويه هنا. ده الكامبات اللي هي الخوص معموله بستايل جنب بعض مع بعض، وكله الواجهه بتاعته معاك هنا مرتبتين تمام. معاك المروحه تمام، السقف بيتقفل كويس. بصراحه راحه نفسيه رهيبه.
وده الكامبات اللي كانت موجوده معانا، وان شاء الله هنطلع على شط البلو لاجون عشان نشوف الشط اللي من احسن شط في العالم، لون الميه بتاعته. يلا بينا. احلى كوبايه شاي من ايد الحاجه. الهوا هنا جميل، والشط جميل، الجو هنا جميل بصراحه. وانت قاعد هنا انت بتأجر الفرشه اللي احنا قاعدين عليها دي ممكن تكون عامله 30 40. دي واحده ست هي اللي بتديها لك تقعد بيها على الشط هنا. عايز تشرب كوبايه شاي على الشط برضو بتلاقي الست دي دايما قاعده هنا في المكان بتاعها كده، مكان بسيط هنا، هي بتبات هنا وبتقعد هنا اصلا. حتى انا بكلمها بتقول لي انا بقالي هنا 85 سنه قاعد هنا في المكان. يعني سبحان الله، يعني اهل دهب، الاهل البلد نفسهم يا جماعه ناس بسيطه جدا، ناس تلقائيه، ناس طيبين قوي. يعني انا ما اتكلمتش مع حد من ساعه ما جيت هنا لو كان حد طيب وعايز يساعدك ومبتسم في وشك وبيضحك. فاحلى كوبايه شاي نشرب مع الهواء الجميل. الهوا هنا يعني عشان احنا المفروض في جزيره في وسط البحر، فهنا الهوا تلاقيه جديد شويه. وبكده يا اصدقائي وصلنا لاخر الفيديو. يا رب اكون قدرت اغطي كل حاجه معاكم في دهب، ويا رب تكونوا انتوا استمتعتوا معايا في كل لحظه. اللي اول مره يشوفني في الفيديو دلوقتي يعمل لي اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد، ويعمل لايك يشجعني فيه. وان شاء الله الايام الجايه هنزور احلى اماكن مع بعض. يلا سلام من قلب البلو لاجون. سلام.